السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم مباراة قوية بين فريق الفيحاء فريق الاتحاد اتحاد جدة والنجم الكبير ممثل مدينة الأسفي عبد الرزاق حمد الله الأسطورة هداف القارات. معنا أحد محبي عبد الرزاق حمد الله ولاعب سابق بإحدى الأندية هنا في الأسفي. بدر ما شاء الله، مرحبا بك. الله يبارك فيك. ماذا تقول حول مباراة اليوم، مباراة القمة بين الفيحاء ونادي الاتحاد؟ ومباراة اليوم بين الفيحاء ونادي الاتحاد السعودي اللي كيلعبوا النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله اللي أستاذ بصراحة باللغة العربية ديالنا المغربية، بأنه كيعرف كيفاش كيدبر الأمور. وبحال هذه المقابلة، هذه مقابلة سد، مقابلة الفيحاء اللي هي المتخبطة في ديال الترتيب ديال الدوري السعودي، واللي كتطلب أن باش تلتحق بالصفوف الأمامية، تحاول تتجاوز نزول الأقسام الموالية. والنادي الاتحاد اللي كيقلب على البطولة والبوديومات باش يحسم اللقب مبكرا. بطبيعة الحال هذه كرة القدم، أنه الإنسان اللي كما كنقولوا كيبيهني راسو أنه خصو يلعب الكرة باش يحسم الأمور. توقعات سي بدر النتيجة؟ واليوم ما كنتمنوا أن غادي تكون النتيجة في صالح الاتحاد، لأن حنا كنعرفوا الأخ عبد الرزاق لاعب بنادي أولمبيكاسي سابقا وهداف الدوري السعودي، لانه كيعرف كيدبر هاد المقابلات هذه. شكرا الاخ بدر. اذا نتمنى حظ موفق عبد الرزاق حمد الله والفوز في هذه المباراه، ولما لا ان شاء الله تسجيل هاتريك. عنده 20 هدف اليوم، غيسجل هاتريك غتولي 23. ومع هذه المناسبه انه الاخ عبد الرزاق حمد الله بهذه الدعوه ديالو، لانه استدعاه وليد الركراكي في هذه المقابله ديال كونتر جنوب افريقيا مع المنتخب الوطني. نتمنى انه هذا الماتش هذا يكون في حسن ظن الجماهير المستويه والجماهير المغربيه، ويكون عندنا كذلك في المنتخب الوطني. شكرا اخ بدر. وعلى هذه الايات المباركه هنا في هذا المحل، ايات من القران الكريم. اتمنى حظ موفق عبد الرزاق حمد الله. الى اللقاء.